للابد. خليك فاكر ان ايه، ان بعد العسر يسرا. بعد كل حاجه وحشه في حاجه حلوه. مش لازم يعني زعلت النهارده هتفرح بكره، لا، يعني بعد زعل كبير هيبقى في فرح كتير كده. وبرده لو ما فيش زعل ما كنتش هتعرف قيمه الفرح. يعني مثلا نفترض انت طول الوقت فرحان، انت ما عرفتش ايه هو الزعل، فهيبقى بالنسبه لك الفرح ده زعل لانك ما عندكش جديد. خلاص بقى احنا عرفنا اهوت ان في حاجه حلوه هتيجي. طب انا دلوقتي زعلان، اصبر نفسي ازاي ولا اطمن ازاي؟ ايه اعمل ايه بقى؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خليك دايما بقى كده فريش وايه، وفكك من شغل الزعل ومكتئب والدنيا جايه عليا، لان الكاك اللي انت فيه دوت موجود وهيعدي بعد كده. فعشان لما يعدي تبقى انت ذكرياتك القديمه حتى مهما كانت وحشه كنت انت فرحان فيها. بس كده. وخليك فاكر انها هتفرج ان شاء الله.